بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبائي، وأهلا بكم في حكاية جديدة من حكايات ألف ليلة وليلة على قناتي، قناة سوبر دوجي أم بدر. في قصر هارون الرشيد حكى الشاب إزاي قتل زوجته، وإزاي حطها في قفة وغطاها ببشكير أحمر ورماها في البحر، وإن سبب قتلها إن الشاب شك في وجود علاقة بينها وبين العبد الأسود، وإزاي عرف بعد ما قتلها إنها بريئة من التهمة دي لما حكاله ابنه الصغير إن العبد الأسود ضربه وهو بيلعب مع أصحابه وأخد منه التفاحة. وقال الشاب لهارون الرشيد: أنا أستحق القتل عقاب ليا على اللي عملته. رد هارون وقال: اللي يستحق القتل هو العبد الأسود. وأمر وزيره جعفر إنه يجيب العبد من تحت الأرض، وإلا الموت مصيره. وبعد ما احتار جعفر إنه يلاقي العبد وكان خلاص أيقن هلاكه، لقى بنته الصغيرة بتلعب بتفاحة، وعرف إنها اشترتها من عبدهم ريحان. فلما سأل العبد ريحان وعرف منه الحقيقة، قبض عليه وأخده لهارون الرشيد اللي أمر بحبسه لحين قتله جزاء على اللي عمله. قال الوزير جعفر لهارون إن الحكاية دي مش أغرب ولا أعجب من حكاية نور الدين وشمس الدين. فأخذ الفضول هارون وطلب من جعفر يسمع حكايتهم. هنا شرط جعفر على هارون إنه يعتق العبد ريحان مقابل إن جعفر يحكي الحكاية. فوهب هارون لجعفر دم العبد الأسود. هنا وقفنا، تعالوا نكمل ونسمع باقي الحكاية. في قديم الزمان وسالف العصر والأوان في مصر، كان هناك سلطان عظيم الشأن، وكان له وزير حكيم، وكان للوزير ده ولدين تبارك الخلاق. الكبير كان شمس الدين، والصغير كان نور الدين. حباهم الله بالأخلاق وحسن الصورة والشكل، ولكن كان يمتاز الصغير نور الدين بالحسن والجمال، سبحان الله في خلقه. وفي أحد الأيام أخدهم أبوهم الوزير لقصر السلطان. فلما شافهم السلطان أعجب بيهم قوي، وقال لأبوهم وزيره: لازم كل يوم تيجي القصر تجيبهم معاك. وفضل الحال ده على كده لحد ما في يوم طلب الوزير من السلطان طلب، وقال له: يا مولاي السلطان، أنا خلاص بقيت شيخ كبير، وتعب جسمي وقل نظري، فأنا عاوز أولادي ياخدوا منزلتي ومنصبي عندك. هنا وافق السلطان على كلام وزيره. وبعد كده سبحان من له الدوام، مات الوزير. وبعد دفنه وحزن أولاده عليه، طلب السلطان من شمس الدين ونور الدين إنهم يتناوبوا على الوزارة كل واحد أسبوع. فوافقوا، وفضل الحال ده على كده لحد ما في يوم من الأيام كان الأخ الكبير شمس الدين قاعد مع أخوه الصغير نور الدين. فقال شمس الدين: يا أخي، أنا عاوز أتجوز
أنا وإنت في يوم واحد، وإذا رزقني الله ببنت ورزقك بولد نجوزهم لبعض. قال نور الدين: سمعا وطاعا يا أخي. ولكن شمس الدين قال لأخوه: ومهر بنتي هيكون غالي 3000 دينار، و3 بيوت، و3 جناين. استغرب نور الدين وقال لأخوه شمس الدين: انت ليه بتغالي في مهر بنتك؟ انت مش عارف اننا احنا الاتنين في مقام واحد في الوزارة، وانهم ولاد عم؟ كان المفروض تقدم بنتك هدية لابني. انت مش عارف ان الولد احسن من البنت؟ هنا رد شمس الدين على اخوه وقال له: انا اخدتك معايا الوزارة بس علشان اعطف على حالك، لانك صغير وقليل الخبرة. اتغاظ نور الدين من اخوه قوي. وفي الصباح كان اسبوع وزارة شمس الدين، فطلبوا السلطان في رحلة وخرج معاه. هنا طلب نور الدين يحضروا له حصان وعليه شوية زاد ومؤونة قليلة. وخرج نور الدين بلد تشيله وبلد تحطه لغاية ما وصل بلبيس. ارتاح فيها شوية واخد منها زاد وزوات، وركب حصانه ومشي لحد ما وصل القدس. ارتاح فيها يومين واخد منها لوازم الطريق من اكل وشرب، وكمل طريقه لحد ما وصل البصرة في العراق. فنزل في خان وطلب من احد العمال ياخد الحصان ويأكله ويشربه ويحميه. وكان الحصان عربي أصيل وعليه سرجة جميلة كأنه لتاجر كبير أو وزير. شاف الحصان بالصدفة وزير في البصرة، فسأل العامل: لمين الحصان ده؟ فدلوا على صاحبه في الحال. فلما شاف الوزير بدر الدين تعجب وسأله: انت منين وحكايتك ايه؟ قال نور الدين للوزير حكايته مع اخوه شمس الدين. طلب الوزير من نور الدين يبقى ضيفه، فوافق نور الدين. وهنا لما شاف الوزير اخلاق وحسن نور الدين قال له: والله يا نور، انا ليا بنت حجبتها عن كل الخطاب، ولكن اتمنى انك تكون زوجا لابنتي. فوافق نور الدين. وهنا اكرموا الوزير واداله بدلة من بدله زادته حسنا على حسنه، وجوزوا بنته. وفي يوم من الايام اخدوا معاه لقصر الخليفة وقال له: يا مولاي، ده زوج بنتي وله اخلاق وفطنة وعلم، وعاوزه يكون مكاني في الوزارة وانا ارتاح. فوافق الخليفة وعين نور الدين وزير. وبعد فترة توفى حمى نور الدين. ورزقوا ربنا بولد كان غاية في الجمال والحسن، سماه حسن بدر الدين.
وجابله المعلمين للعلوم والمحافظين للقرآن لحد ما بلغ ابن نور الدين 4 سنين. وهنا نرجع لشمس الدين اللي لما رجع من الرحلة مع السلطان وسأل على أخوه نور الدين، حكوله إنه أخذ حصان ومشي محدش يعرف عنه حاجة. فزعل شمس الدين لأنه حس إنه غاظ أخوه وزعله منه. وهنا كتب للولاة في كل المدن المصرية يسأل عن أخوه نور الدين، معرفش عنه حاجة. وبعد يأس تزوج شمس الدين من بنت أحد التجار. وسبحان مقدر الأقدار، حملت في نفس الوقت اللي حملت فيه زوجة نور الدين، ووضعت بنت لا أجمل ولا أحسن منها، وكانت في عمر بدر الدين تقريبا. وهنا نروح لنور الدين اللي بقى وزير مكان حماه، وأنعم عليه الخليفة بالأراضي والبساتين والأملاك، وعظم شأنه في الوزارة. وكان بيعلم ابنه في قصره الفقه والعلوم وحفظ القرآن لحد ما وصل سنه 15 سنة. فمرت السنين وضعف نور الدين، وجاب ابنه حسن بدر الدين وحكاله حكايته من أولها لآخرها مع أخوه شمس الدين، وكتب وصيته واداها لابنه حسن، وقال له احفظها بين الجلد واللحم. ولما قضى الله أمره توفى نور الدين. وكان ابنه حسن في عمر 18 سنة، وكان لحسن تجارة ومراكب. فلما علم الخليفة بأمر وفاة نور الدين عين وزير بدل منه، وأمره ياخد كل أملاك وأراضي الوزير المتوفي نور الدين. وقبل ما يروح الوزير الجديد ياخد كل حاجة من حسن، سمع مملوك من المماليك في قصر الخليفة الكلام، وراح وبلغ حسن باللي سمعه. فأخد حسن وصيته وبعض من الزاد البسيط وخرج على حصانه. وبعد مسيرة أيام وتعب السفر ارتاح حسن في أحد المدن، وكانت خلصت أمواله وزاده. هنا ظهر واحد تاجر يهودي، شاف حسن وعرفه وطلب منه يشتري مراكبه ب1000 دينار. وافق حسن وكتب له مبايعة وأخد منه 1000 دينار. ومشي حسن في طريقه، وفي مكان يرتاح فيه من السفر نام حسن، وكان وشه للسما. ضرب القمر على وش حسن، وهنا شافته جنية انبهرت بحسنه وجماله، وقالت سبحان الخلاق العظيم، وطارت للسما قابلت جني تاني وقالت له تعالى شوف اللي انا شفته. فلما شاف الجني حسن وهو نايم قال للجنية انا ما شفتش احسن ولا اجمل من كده الا في مكان واحد. سألته الجنية فين؟
وهنا سكتت شهرزاد عن الكلام المباح. لو عاوزين تكملوا وتعرفوا باقي الحكاية معايا استنوني على قناة سوبر دوجي أم بدر. ما تنسونيش اللايك والاشتراك علشان يوصل لكم كل جديد. شكرا.